مرحبا، بتمنى تكونوا كلكم بخير. حبيت أحكي شوي عن وضعي اللي هو وضع معظمنا. قصتي بلشت من يوم ما صار أخي يشب بعمر الورد. أخي الوحيد يلي كنا حاطين أملنا برب العالمين وفيه. كان أخي شب بعمر 19 سنة وقت بلشت الثورة ببلد كان فائد كل مقومات الحياة وفائد كل شي ممكن يكون حق بالحياة الكريمة. بلش يشوف الظلم بأشكال وأساليب مختلفة وواضحة وصريحة. شاف كيف صارت الناس تتحاصر ببيوتها وتتجوع وتنحرم من الخبز والمي والكهرباء والعلاج. صار يحاول هو وشباب من حارتنا إنه يساعد بكل شي بيقدر عليه، يحاولوا يأمنوا للناس أدوية، أكل، شرب، ألبسة. صارت الأمور تسوء والأوضاع تتعقد، صار الحصار على الشباب أنفسهم. صارت العوانية تلقط صور للشباب كيف يحملوا الخبز والأكل والأدوية. وأخي صار مطلوب للأمن هو ومجموعة من الشباب. صارت تطلع دوريات حملات اعتقال لتوصل لهم. حاولنا نحكي مع أخي والشباب لحتى يهدوا شوي، بس يقنعونا بالعكس إنه نشارك نحنا بجمع أشياء منزلية وألبسة نسائية وحي الله شي منحسن على. كانت النتيجة إنه بعد كم شهر يوصل الأمن لشبين من المجموعة، وهالشبين كانوا إخوات. اعتقلوهم وحققوا معهم وصاروا يجبروهم يسلموا باقي المجموعة. وأثناء هذا التحقيق خبروا الشاب رح يقتلوا أخوه مشان يوصل خبر للباقي مشان يسلموا حالهم. وصل الخبر وضاجوا الشباب أكتر وعرفوا إنه ما عاد في أمل من أي شي، وقرروا إنهم ينضموا للشباب الثوار بالغوطة. ومن هون حاولوا يطلعوا برا البلد، ونحن حاولنا نقنع أخونا الوحيد إنه يرجع لشغله كرمالنا. وفعلا ناس سافرت وناس استشهدت بقتل من مجهول. اليوم من الأيام بيكون أخي مخبرني إنه رح ينقل أغراض المطبعة الخاصة فيه من مكانها لمكان تاني كرمال يبلش من الصفر. وهذا كان اليوم الأسود. طلع محمد وحمل شوي من أغراض المطبعة بسيارة، وبقينا على تواصل لمكان اسمه دوار البطيخة عند فرع أمن. انقطع الاتصال بأخي والسائق يلي معه كمان. طلعنا نشوف آخر مكان كان الاتصال فيه. لقينا الأغراض وشوي أوراق خاصة بأخي وقعوا بالأرض. بلشنا برحلة السؤال عنهم، وهي كانت نقطة النهاية. كل فرع ينكر وجودهم، وبعد فترة صرنا تحت رحمة أجهزة الأمن للدراسة عن أعمالنا، والسبب كان أخونا. وصاروا يهددونا بالاعتقال إذا ضلينا كمان نحن عم نسأل عنه. وانفقد محمد بال2013. كنا على أمل بيوم من الأيام يطلع ويرجع لنا أخونا. صار التحرير بال2025، طلعت كل العالم يلي بالسجن والمعتقلات، ومحمد للأسف ما ظهر. ما ضل أمل غير الدعاء إنه ربنا يتقبله من الشهداء ويدخله جنات النعيم، وينتقم من الظالم وكل يلي شارك بدمارنا ودماركم. بتمنى منكم إخواتي إنه تشاركوا قصصكم معي لحتى يسمعها كل العالم، وما حدا ينسى أبطالنا يلي راحت ونحن ضلينا.